ما منع الناس أن يكونوا كما يحبون إلا شعورهم أنهم لا يستحقون. هكذا قال أحدهم: كلمات بسيطة ولكنها تفتح باب الحقيقة على مصراعيه. عزيزي المستمع، أهلا بك في الحلقة 9 من برنامج صوت النجاح. في زمن تتصارع فيه الصور ويتعالى فيه صوت المظاهر، يصاب كثير من الشباب بما يسمى أزمة الثقة بالنفس. يربكهم الشك في قدراتهم ويقيدهم الخوف من الفشل، فإما أن ينطووا في ظل الخجل والقلق، وإما أن يرفعوا أصواتهم بادعاء القوة فيسقطوا في فخ الغرور. فأين يكمن الفارق؟ وكيف نبني ثقتنا ونسير في طريق النجاح دون أن نتعالى على الناس؟ أزمة الثقة بالنفس. كيف تبني ثقتك عزيزي المستمع دون غرور؟ الثقة بالنفس ليست صوتا عاليا، بل سكينة داخلية. ليست في أن تتكلم كثيرا ولا أن تبالغ في مدح نفسك، بل هي اطمئنان صامت وإيمان داخلي بأن لك قيمة ولك دور ولك مكان. الواثق يقدر ذاته لكنه يعرف نقائصها، أما المغرور فيتظاهر بالقوة وهو فارغ من الداخل. قال أحدهم: الواثق يبني والمغرور يقلل من غيره ليبرز نفسه. فكيف نبني ثقتنا بنفسنا دون أن نقع في شرك الغرور؟ صديقي، تعرف إلى ذاتك، قف مع نفسك، تأمل قيمك، شغفك، ماهيتك، اكتب ما أنجزت وتذكر كيف تجاوزت المحن. فهذه الذكريات تشكل خزان الثقة. طور نقاط قوتك، وإذا كنت تجيد الكتابة فاكتب، إذا كنت تصغي بجودة فكن داعما. كلما أتقنت زاد إيمانك بنفسك. واجه مخاوفك بخطوات صغيرة. تخاف التحدث أمام الجموع؟ ابدأ بالأصدقاء، ثم الكثير، ثم المنصة. كل خطوة تبني. تعلم من الأخطاء دون جلد الذات. لا تعاقب نفسك ولا تصدق أنك فاشل، فالفاشل هو من لم يتعلم. اهتم بصحتك الجسدية والنفسية. جسم نشيط نفس مستقرة. جسم نشيط يساوي نفس مستقرة. نوم كاف، رياضة، تغذية، وقت للتأمل. تجنب المقارنة. كل شخص له رحلته، فلا تقارن نفسك بمن لم تعش حياته. احتفل بالنجاح وتقبل الفشل. اكتب ما أنجزت وافرح به ولو لم يصفق أحد لك. وإذا سقطت
فقف وتعلم وعد أقوى من الأول يا صديقي. في الختام، كن واثقا لا متغطرسا. الثقة لا تعني أن تتكبر، ولا أن تشير لنفسك في كل مجلس، بل أن تمشي في الأرض هونا وتعرف قيمتك ولا تنكر قيمة الناس. الثقة منبعها الإيمان، إيمان أنك لست صدفة ولست عبئا، بل أنت قصة فريدة كتبها الله في الحياة. فكن صادقا واثقا متواضعا، وابني نفسك كل يوم طوبة طوبة، وتأكد أن الله سيرفعك بصدقك لا بصوتك. كنت معكم اليوم أحمد صالح في صوت النجاح. نلتقي في الحلقة القادمة وفيكم نثق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وادعمونا بلايك وتعليق إيجابي لنستمر في رعاية الله.